أهلاً بيكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة، واللي بنتكلم فيه عن أهم الشخصيات اللي تركت أثر سواء زمان أو في وقتنا الحالي. حلقتنا عن صحابي جليل عاش 120 سنة، منهم 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. الصحابي كان من أشراف مكة، عمته هي السيدة خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. هو حكيم بن حزام رضي الله عنه، اتولد داخل الكعبة، وفي الجاهلية كان صديق لرسول الله وبيحبه حب شديد، وده لأمانته وصدقه. دخل دار الندوة في سن 15 سنة، وده بسبب حكمته وعقله، وبسببهم تم تعيينه في منصب الرفادة، وكان موكل له إعطاء الحجاج المنقطعين كل اللي يحتاجوه علشان يرجعوا بلادهم سالمين. ورغم حبه الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يدخل الإسلام. وفي أيام الجاهلية كان مع المشركين اللي اجتمعوا للتآمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، واشترك معاهم في محاولة اغتياله. عرف عن حكيم كرمه الشديد. قبل الجاهلية اتبرع ب100 من الإبل للحجاج، وأعتق 100 من العبيد. اشترك في غزوة بدر ضد المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هيقتل فيها، لكنه نجا بأعجوبة. وكان دايما يقسم ويقول: والذي نجاني من القتل يوم بدر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة: إن بمكة ل4 نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: عتابة بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو. دخل حكيم الإسلام يوم فتح مكة، وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصدقات وعتق الرقاب وأعمال الخير قبل دخوله في الإسلام، هل لها أجر؟ ورد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أسلمت على ما سلف منك خير. شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة حنين والطائف، وفي يوم الحج يوم عرفة تصدق ب100 من الإبل وأعتق 100 من العبيد. وبعد غزوة حنين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الغنائم، فأعطاه، وطلب تاني فأعطاه، وطلب للمرة الثالثة فأعطاه، ووصل عدد البعير اللي خدها ل100. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذه الأموال حلوة خضرة، ممن أخذها بسخاء نفس بورك له فيها، ومن أخذها بإشراف نفس لم يبارك له فيها، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. سمع حكيم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أسأل أحدا بعدك شيئا، ولا أخذ شيئا من أحد حتى أفارق الدنيا. وصدق حكيم في قسمه. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نادى على حكيم علشان يعطيه من بيت المال، لكنه رفض. واضطر سيدنا أبو بكر الصديق أن يشهد عليه 2 من المسلمين. وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب رفض أي عطاء من بيت المال حتى توفى سنة 54 هجرية عن عمر 120 عام. لهنا خلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة.